شايفين لون الطعمية طلع حلو ازاي، وكمان مقرمشة كده وحلوة ومستوية من جوه. تعالى اقولك ازاي تعملي الطعمية وتطلع معاكي مقرمشة وجميلة، وكمان لونها فاتح كده وحلو، ما تبقاش غامقة معاكي. يلا بينا نشوف الطريقة. وكمان هنعملها هتدينا كمية حلوة، وبنص كيلو بس من الفول هتعملي احلى شوية طعمية بيتي. هتوفر لنا بقى كتير، غير ما كل يوم بقى بتجيبيلك ب15-20 جنيه طعمية من برا. طب ليه؟ طب ما احنا بنص كيلو بس فول هناكل فيها 3 ايام. عندي هنا نص كيلو من الفول منقوع حوالي 3 ساعات، وحزمة خضرة صغيرة كزبرة، وحزمة بقدونس. المفروض بنحط كرات، بس انا ما لقيتش الكرات، فجبت بقدونس وكزبرة حزمة صغيرة من دي وحزمة صغيرة من دي. ما تكتريش في البقدونس، يعني لو حزمة كبيرة ما تحطهاش، حطي نص ونص، عشان خاطر كتر الخضرة بتخلي الطعمية بتاعتك تطلع غامقة وما تبقاش يعني زي برا. وهجيب بصلاية و4-5 فصوص كده من الثوم وقرن فلفل اخضر، بس كده هي دي الطعمية بتاعتنا. هفرمها بقى كده في الكبة فرمة حلوة، ولو احتاجت معايا وانا بفرمها معلقتين كده من المية عشان تتفرم معايا بسرعة. هديها كده وش واخلص بقية كمية الطعمية بنفس الطريقة. هحط كده بقى حبة كده من الطعمية، فول على بصل على خضرة، واديهم بقى فرمة حلوة برضو، وازود معلقتين من المية علشان تتفرم معايا بسرعة. خلاص بقى الكمية بتاعتك كلها هتعمل لنا كمية حلوة من نص كيلو فول. شايفين لونها طالع فاتح ازاي وحلو؟ ما تكتريش في الخضرة، عشان كل كتر ما بتكتري في الخضرة بتطلع معاكي الطعمية بعد كده غامقة ولونها مش حلو. فعايزاها كده لونها فاتح كده وحلو زي بره، ما تكتريش خضرة في الطعمية. بس كده تبلتها بقى شوية من الكمون على شوية من الكزبرة وملح، ما تكتريش برضو في التوابل. بس كده يلا بينا مع بعض بقى نقلبها ونروح نحمر طبق طعمية كده حلو نفطر بيه. وحطيت كمان شوية من الشطة بسيط. نقلبها ونروح نعمل بقى شوية من الطعمية، والباقي اللي هيتفاض هقسمه واحطه في اكياس في الفريزر، واطلعه قبل ما استخدمه بشوية يفك استعمله على طول. تبقى حلوة وجاهزة كده في البيت ومش مكلفة. بدل ما تنزلي تشتري طعمية كل يوم ب20 جنيه، طعمية قرص صغير خالص ب2 جنيه، لا احنا هنعمل كمية حلوة من الطعمية، وكمان حاجة نضيفة معمولة في البيت، مش كمان زيت بره بيبقى لونه مش حلو. لا دي حاجة نضيفة معمولة في البيت ومش مكلفة خالص. هنا جنبي طبق صغير كده فيه شوية من السمسم على شوية من الكزبرة الخشنة، وبجيب بقى كده حتة من الطعمية واحط فيها كزبرة وسمسم، واقليهم بقى كده في الطاسة بتاعتي. يعني كده بقى طاسة كده حلوة من الطعمية، ما خدتش وقت معايا، وبنص كيلو فول هنعمل شوية طعمية حلوين. هقلبها بقى كده الناحية التانية واخلصها كده واحمرها ونطلعها سوا كده مع بعض ونشوف لونها الجميل، ومش هتغمق معاكي، وكمان طالعه كده حلوه. وبره على فكره بيبقوا ساعات كتير حاطين لها عيش او فينو عشان تبقى هشه اكتر، وبعد كده بتبقى طعمها من جوه كده عامل زي السفنجه، ما بتبقاش حلوه خالص. بصوا دي طالعه مقرمشه كده وحلوه وواخده لون حلو بجد، شويه طعميه جامدين. طلعها بقى كده من الزيت. حضر بقى ايه شوية بتنجان كده وشوية بطاطس مع رغيفين كده بلدي حلوين لسه طالعين، ونعمل احلى سندوتش طعمية ونعمل حبة فطار حلوين. دي الطعمية بتاعتنا بعد ما خلصناها. وباقي الطعمية بتاعتي حطيتها كده في اكياس، عملت معايا كيسين كده حلوين. حطهم بقى في الفريزر، وعملت كده جنبهم شوية بطاطس كده حلوين، وعندي شوية بتنجان، وايه احلى فطار كده سريع. وبنص كيلو فول بس عملنا طعمية حلوة هناكل فيها 3 ايام، موفرة وحلوة، وكمان حاجة نضيفة معمولة في البيت. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش بقى لايك وشير والاشتراك في القناة. احلى طعمية بيتي معمولة في البيت. باي باي.